السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله الوصفة اللي غادي نشارك معكم السفنج، وصفة تقليدية مغربية. السفنج دائما في المغرب عندنا من 7 ديال الصباح ل10 كنلقاو من السفنج، من 7 كينوض يطيب، ل10 ما كنلقاو بقى عنده والو. ضروري كتمشي تاخد السفنج كتلقى الصف عند مول السفنج. مع العشيه من 4 د العشيه للمغرب ما كنلقاو والو، وضروري فاش كنمشيو ناخدو السفنج كنلقاو عند السفنجي عليه الصف، لانهم ما تيكونوش كثار بزاف. والسفنج ما كاينش تقريبا اللي ما كيبغيش، كيجي غزال بالنسبه للفطور ولا للكوتي. اليوم غادي نشارك معكم بالطريقه التقليديه الحقيقيه ديال السفنجيه، بالطريقه اللي غادي تعجبكم بزاف، وغادي تبقاو ديروه وغادي يصدق لكم بحال ديال مولين السفنج اللي كتجيبوا من على برا. عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السكر، والقياس ديال الملح اللي غادي يكفيني. هنا خديت الخميره، اول حاجه غادي نديرها نفرغ عليها الماء باش تذوب، مع المعلقه صغيره ديال السكر. ما نكثروش، بحيث السفنج الا كثرنا فيه السكر دغيا كيتخطف، كياخذ لينا اللون الاحمر وما تياخذنا داك اللون الذهبي وما كيطيبش من التحت. نديرو غير شويه ديال السكر وصافي باش نصحوا الذوق به وصافي. واخا ما نديروش السكر راه غادي يجينا احمر، بحيث الحاجه اللي كتقلى كتجي محمره. هنا درت الخميره مع الماء والسكر، وغادي نبقى نضيف الماء بشويه بشويه. غادي نجنن في العجانه، درت الدقيق في البول ديال العجانه، وغادي نبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى يبان لي راه العجينه غتجي مطلوقه، بحيث السفنج من الاول كنعجنوه عجينه خفيفه مطلوقه، ماشي نقصحوها ونبقاو عاد نضيفوا الماء. هانتوما تشوفوا معايا القوام كيفاش غادي يكون. انا بغيت نخلط معكم قبل ما ندير البول ونخليها تعجن. فاش غادي نبدا نعجن عاد نبقى نزيد الماء الا خصني واحد شويه من الاول، ماشي تتخلط العجينه وهي باقا الله كتخلط، غنبقى عيني ميزانه كنزيد الماء حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هنا درت معلقه صغيره ديال الملح، ناصه يعني نص معلقه ديال الملحه، عيننا ميزاننا حتى خوت عليها شويه ديال الماء. غادي نحيد المغرفه وغادي ندير العجينه ديالي تعجن. الا عجننا بيدينا راه غادي نعجنو بيدينا كيف كيف. العجينه كتكون القوام ديالها بحال هكذا من الاول. انا بقيت كنضيف الماء حتى حصلت على القوام اللي بغيت. العجينه كتكون مطلوقه وكنبقاو ندلكو فيها، بقيت انا 8 ديال الدقائق وهي كتدلك بالعجانه حتى عطاتني داك القوام المطاطي اللي ما كنجر العجينه ما كتقطعش. هانتوما تشوفوا معايا انا دابا هنا غادي نشوف القوام ديالها، غادي نلقاها باقا كتقطع. غادي نزيد نعجن. اما العجينه راه خاصها تكون بحال هكذا كتلصق في اليد ديال السفنج، كتكون خفيفه. غادي نزيد نعجن واحد شويه حتى نقلب العجينه ونلقاها راه ولات ملي كنجرها كتجر معايا مطاطيه، ما كتقطعش. شوفوا معايا دابا العجينه ما بقاتش بحال الاول، واخا كنجرها ما كتقطعش بحال ما هكذا. كتكون العجينه ديال السفنج كنبقاو ندلكو فيها سوا بيدنا ولا بالعجانه حتى كنحصلوا على هذا القوام. غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر المره الاولى عاد باش غادي نكورها. واخا كنجرها ما كتقطعش، انا خليتها خمرات. ودابا غادي نكور العجينه اللي عندي كلها عاد باش نرجع نطيبها. كل كره نرجع من الكره الاولى نهزها نشكل وندير في المقله. انا ندير جوج مقالي فيهم الزيت، وحده فيها غير شويه ديال الزيت. هذه هي الطريقه باش كيطيب السفناج، وحده فيها الزيت بزاف. هو كيدير مقله كبيره كتكون مايله، كيحط هذه السفنج في البلاصه اللي ما فيهاش الزيت حتى كيبدا يطلع دوك الفقاعات ويبدا ينشف من التحت، عاد كيدفعو في الزيت. انا درت جوج ديال المقلات حيت ما يمكنش ندير الطريقه ديالو هو تكون مقله كبيره. درت مقله فيها شويه ديال الزيت ومقله فيها الزيت كثير. رجعت من كورتهم للكره الاولى اللي بدات كطلع فيها الخميره، وحطيتها فوق الرخامه مدهونه بالزيت، وغادي نحلها بحال هكا بيدي. ممكن من نكورها نشكلها، ولكن تتجي السفنج كيجي معوج ما كيجيش مقاد. بهذه الطريقه كيجي مقاد وبحال اللي كيعاود يخمر ملي كنديروه. فاش كنكوروه ونحطوه ونكوروه كل واحد نرجعوا لاول كره كورنا كنلقاوه بحال بدا كيخمر كيجي حسن. انا عندي هي مقله فيها الزيت بزاف، ومقله فيها واحد شويه ديال الزيت غير كتبدا من التحت تقصح واحد شويه، كنهزها نحطها في المقله الاخرى اللي فيها الزيت كثير. والنار كتكون متوسطه فيهم بجوج. هذا هو السر باش كيجينا السفنج ديالنا منفوخ بزاف وفيه ديك الفقاعات وباش نحافظوا على الفقاعات. هنا غادي ندير وحده اخرى في المقله اللي فيها الزيت شويه هكذا، نبقى فين ما حيت وحده ندير وحده. قلت لكم فاش كنحطوا السفنج ديالنا في المقله الثانيه اللي فيها الزيت بزاف تكون النار متوسطه ما كنقلبوهش تمتم حتى كيتحمر من التحت، كنقلبوه وكينشف من الفوق تيولي كله فقاعات.
كله كيولي منبل، وكينشف ليها السفنجه الوجه ديالها. عاد كنقلبوها باش فاش كطيب كتحافظ لنا على دوك على داك التنبال كيف ما كنجيبو بحال السفنج اللي كنجيبو من على برا، راه تيكون مختلف على اللي كيدار في الدار. الا ما درناش بهذه الطريقه ما كيجيناش منبل كله في دوك الفقاعات كبار اللي من داخلها خاويين. الا بغينا هذوك الفقاعات يجينا السفنج بحال ديال السفناج كنديروا هذه الطريقه هذه، جوج ديال المقلاص باش كنطيبوه. هنا شوفوا كيفاش كلهم فقاعات وناشفين، والوجه ديالو كينشف ما كيبقاش عجينه. عاد غادي نقلبو. هذه هي زعما هادو الخطوات اللي خصنا نتبعو باش يجينا السفنج بحال ديال مول السفنج. هو نشف كله من الوجه ديالو وطاب من التحت تحمر. راني قلبت وحده، هادو طليت عليهم باقي ما تحمروش حتى هما غادي نقلبهم، وغادي نبقى هكذا بنفس الطريقه سنطيب الكميه اللي عندي كلها. ما نبقاوش نقلبوا فيه باقي خضر ونعاودو نقلبوه. هو اصلا فاش كينشف من الفوق تبان لينا الوجه ديالو نشف وتنبل مزيان، يطلعوا دوك الفقاعات راه تيكون طاب من التحت. هاد الوصفه ديال السفنج قليل اللي تيديرها في الدار، مع انه ساهل من الرغايف ولا المسمن ولا شي حاجه. كنعجن العجينه كنخليوها تخمر وكنجي نطيبوها بهذه الطريقه كيجي ساهل. شوفوا لي الوجه ديال السفنجه كيفاش داير، كله فقاعات، كيجي من الداخل خاوي، ما كيجيش مدقس من الداخل، كيجي مهوي. وهذا هو السفنج ديالي كيف كتشوفوا، كله تبارك الله الوجه ديالو منبل وما ما كاين حتى فرق ما بينه وبين السفنج اللي كناخذه من على برا. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم المحفزه. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر ووصفه واحده اخرى.